أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة بنستكشف فيها مكان ساحر. مكان الوصف تبعه لوحده بياخذ العقل. سيدة الجبل ونشيد الضباب. عم نحكي طبعا عن بلودان بسوريا. يا سلام على هالوصف. فعلا بلخص كتير من سحر بلودان. اليوم رح نغوص بتفاصيل هالمكان ورح نحاول نرسم صورة حية إله، بالاعتماد على وصف غني كتير بالتفاصيل. يعني المصدر اللي بين إيدينا بخلينا كأنه عايشين التجربة. تماما. هم مو بس حكي عن جغرافيا وتاريخ، لا، هو تجربة حسية روحانية تقريبا. مكان بتحسه عن جد عم يرفعك لفوق للسماء. خلينا نبلش من الأساسيات، الموقع والارتفاع. المصدر بيقول إنها بريف دمشق الغربي، يعني قريبة نسبياً على الشام، شي 51 كيلومتر، وهي جنب الزبداني بس الأعلى منها بكتير. صح. وهالنقطة تبع الارتفاع كتير مهمة. أكثر من 1500 متر فوق سطح البحر. هاد رقم عالي كتير لمنطقة مأهولة بسوريا والمنطقة ككل. 1500 متر؟ يعني عم نحكي عن جو مختلف تماماً أكيد. شو بيعني هالارتفاع للمنطقة وللناس اللي عايشين وزايرين؟ بيعني أول شي إطلالة خرافية. يعني تخيل إنك واقف فوق وعم تشوف وادي الزبداني كله تحتك، مثل لوحة فنية. بيسموها جوهرة محاطة بالجبال. هالارتفاع بيعطيها هوا نقي، وبيخليها منفصلة شوي عن صخب المدن تحت. وكأنها بعالم تاني شوي. طيب هالإطلالة والهواء النقي أكيد إلهم تأثير على المناخ. كيف طبيعة الطقس ببلودان؟ المصدر بيحكي عن تناقض حلو بين الفصول. بالضبط. الشتاء قاسي، يعني تلج وبرد تحت الصفر أحياناً. بتصير بلودان بيضة ومقصد لمحب التلج والتزلج، إذا كان في تلج كافي طبعاً. يعني أجواء أوروبية تقريبا بالشتاء. ممكن نقول هيك، إيه. أما الصيف فبيكون الجو معتدل منعش، يعني الناس بتهرب من حر الشام والمدن التانية وبتطلع لهونيك لتاخد نفس وتستمتع بالبرودة اللطيفة. وهالشي زاد أهميتها كمصيف أساسي من زمان. والطبيعة نفسها كيف؟ يعني غير الارتفاع والطقس شو منشوف حولنا؟ الطبيعة كمان بتاخد العقل. غابات بتغطي الجبال المحيطة، خصوصي الصنوبر والسرو. وفي كمان بلوط. هالغطاء الأخضر بيزيد من جمالها سواء بالصيف أو حتى بالشتاء لما التلج يغطي الشجر. منظر ساحر الصراحة. بلودان اسم غريب شوي وموسيقي، شو أصله؟ في حكي كتير عن أصل الاسم، والأرجح أنه أرامي. اللغة الأرامية كانت منتشرة كتير بهالمنطقة زمان. في تفسيرين ممكنين. واحد بيقول أنه معناها بيت السكن والراحة. يعني مكان للإقامة والاسترخاء، وهالشي بناسب كونها مصيف. تماماً. والتفسير الثاني بيقول إنه ممكن يكون معناها المكان العالي البارد، وهذا كمان بينطبق عليها 100% بسبب ارتفاعها ومناخها. الاسمين بيعكسوا طبيعة المكان. وهالتاريخ اللي لمحتي له، يعني من العصر الآرامي يمكن للاسم. شو في محطات مهمة بتاريخ بلودان؟ المصدر بيقول إنها كانت موجودة من زمان كتير. أكيد. يعني في إشارات لوجود رهبان فيها بالعصر البيزنطي، يمكن كانت مكان للتعبد والعزلة بسبب ارتفاعها وهدوءها. بعدين بالعصر العثماني صارت معروفة أكثر كمصيف للولاة والباشوات وكبار الموظفين بدمشق. يعني إلها تاريخ طويل كمكان للنخبة أو للهروب من حر الصيف بالضبط. وبالقرن العشرين مع تطور السياحة والمواصلات زاغت شهرتها كتير، وصارت منتجع جبلي مشهور بكل المنطقة، مو بس بسوريا. حتى أخذت لقب سويسرا الصغيرة. سويسرا الصغيرة، هاللقب لوحده بيعطي فكرة عن جمالها وأهميتها السياحية وقتها. طيب شو أبرز المعالم يلي ممكن نشوفها اليوم ببلودان وبتحكي لنا قصة هالتاريخ؟ المعالم كتيرة ومتنوعة الصراحة. أول شي بيلفت النظر هو الساحة الرئيسية، ساحة بلودان. هي قلب البلد النابط، وفيها تمثال للمفكر السوري المعروف سعد الله ونوس. وجود تمثال لمفكر مسرحي بساحة مصيف شيء مثير للاهتمام. فعلاً بيعطي بعد ثقافي للمكان. وبعدين في الفنادق التاريخية، وعلى رأسها طبعاً فندق بلودان الكبير. هذا الفندق مو بس مكان إقامة، هاد جزء من تاريخ سوريا الحديث. كيف يعني؟ المصدر بيلمح لهالشيء؟ شو الأحداث المهمة يلي صارت فيه؟ هالفندق اللي انعمل بفترة الانتداب الفرنسي استضاف شخصيات كبيرة كتير وشهد اجتماعات ومؤتمرات سياسية مهمة. منها مثلا اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر بلودان عام 1937 اللي كان له علاقة بالقضية الفلسطينية. يعني جدرانه بتحكي تاريخ.
يا سلام، يعني مو بس حجارة وفخامة، لا، ذاكرة مكان حقيقية. طيب غير الفندق والساحة؟ في كمان المعالم الدينية يلي بتعكس روح التعايش بالبلدة. بتلاقي كنيسة القديس جورجيوس الأرثوذكسية بحجارتها السوداء المميزة قريبة كتير من جامع بلودان الكبير. هالتجاور له رمزية كبيرة. فعلا، منظر الكنيسة والجامع جنب بعض ببلدة صغيرة بيعطي رسالة قوية عن التنوع والقبول. 100%. وما ننسى كمان المقاهي القديمة مثل مقهى الروابة ومقهى النبع. هاي الأماكن إلها زباينها وجوها الخاص، قاعدة فيها بتحسسك بنبض الحياة بالبلدة. والأكيد في أسواق صغيرة كمان، شو ممكن الواحد يلاقي فيها؟ طبعاً في أسواق صغيرة بتعرض منتجات محلية شهية، يعني مربيات بلودان المشهورة، خصوصي مربى الكرز ودبس الكرز كمان. وفي منتجات تانية حسب الموسم، فواكه مجففة، أعشاب جبلية. ريحة هالمنتجات لحالها بتفتح النفس. ذكرت الكرز، وهالشي بياخدنا للزراعة. منطقة جبلية وباردة، أكيد الزراعة فيها تحديات. شو بيميز المنتجات الزراعية ببلودان؟ صحيح، الزراعة أصعب من السهول، بس هالبيئة الجبلية بتعطي ميزات لبعض المنتجات. بلودان مشهورة بشكل خاص بالكرز الأحمر تبعها، إله طعمة خاصة بيقولوا بسبب البرودة والتربة. الكرز البلوداني له سمعة خاصة فعلا. أكيد. وغير الكرز في كمان التين الجبلي، إله نكهة مركزة وحلوة. وكمان الأعشاب البرية اللي بتنمو بالجبال المحيطة، مثل الزعتر الجبلي والميرامية وأنواع تانية، كلها بتستخدم بالأكل وبالطب الشعبي. هالأصناف المميزة أكيد انعكست على المطبخ البلوداني. شو في أكلات خاصة ممكن الواحد يدوقها هنيك؟ طبعاً المطبخ البلوداني فيه لمسة جبلية واضحة. في أكلة المجدر الجبلية اللي يمكن بتختلف شوي عن المجدر العادية، وفي المتبل البلوداني بيعملوه باللبن والطحينة والبندورة المشوية أحياناً، طعمته غير شكل. شكلها طيبة. والأكلة الأكثر غرابة وتميز يمكن هي مخلل الكرز، يعني بيستخدموا الكرز الأخضر قبل ما يستوي وبيعملوا منه مخلل. طعمته حامضة ومقرمشة، شي فريد الصراحة. مخلل كرز، هي أول مرة بسمع فيها. شيء غريب ومبين ذكي، يعني حتى الأكل بيحكي قصة المكان وتأقلم أهله مع الطبيعة. بالضبط، المطبخ هو جزء أساسي من هوية أي مكان. طيب، حكينا عن الطبيعة والتاريخ والمعالم والأكل. نرجع للسياحة والثقافة. ذكرنا إنها مصيف ومشتى. شو الأنشطة اللي ممكن تنعمل هنيك؟ بالصيف غير الاسترخاء والاستمتاع بالجو والطبيعة، بلودان بتحتضن مهرجانات ثقافية وفنية. كان في مهرجان بلودان الثقافي معروف، ومهرجان الكرز اللي بيحتفل بموسم الكرز وبيكون فيه فعاليات حلوة. يعني في حياة ثقافية كمان، مو بس استجمام. أكيد. وبالشتاء إذا توفر التلج بتصير مقصد للتزلج، في مناطق مخصصة لهالشي. ومجرد المشي بالتلج بين الشجر له متعة خاصة. يعني وجهة متكاملة تقريبا. وهالمكان بهالجمال وهالتاريخ أكيد ألهم الفنانين والشعراء. بشكل كبير. بلودان إلها مكانة خاصة بالذاكرة الثقافية السورية. كتير شعراء كبار كتبوا عنها وزاروها، مثل بدو الجبل اللي له قصايد مشهورة عنها، ومحمد الماغوط كمان وغيرهم. وجدوا فيها يمكن صفاء وطبيعة بتلهم الخيال. في شي بيت شعر معين بيعبر عن هالشي؟ في بيت مشهور كتير لبدو الجبل بيقول: بلودان يا عطر الغمام إذا سرى وشذا الربا في مبسم المتكلم. هالصورة الشعرية عطر الغمام بتلخص كتير من جو بلودان الساحر والمعلق بين الأرض والسماء. الله الله، عطر الغمام، تعبير بليغ جدا. يعني المكان تركت وصمة واضحة بالأدب؟ بدون شك، هي مو بس جبال وشجر، هي رمز للطبيعة البكر، للهدوء، ويمكن حتى للحب والرومانسية ببعض القصايد والأغاني. وهيك منكون عملنا جولة واسعة بسيدة الجبل. مكان فعلا يعني بيجمع تناقضات جميلة: علو الجبال وخضرة الأرض، برد الشتاء وانتعاش الصيف، عمق التاريخ وحيوية الحاضر، بساطة المنتجات المحلية وروح التعايش. بالضبط. ولوحة متكاملة بتعكس كتير من غنى سوريا الطبيعي والثقافي. والصورة الأخيرة اللي بيتركها المصدر بالبال هي الإطلالة من فوق، من قمم بلودان، لما الواحد بيشوف دمشق تحته وكأنها راية حب وسلام ممتدة بالأفق. منظر أكيد بيعلق بالذاكرة.
منظر بيخليك تفكر كتير. وهون بيجي السؤال الأخير، يمكن سؤال للتأمل: كيف مكان بهالخصوصية بهالتاريخ الطويل كملاذ وملتقى لناس كتير وثقافات مختلفة بيقدر يحافظ على هويته الخاصة؟ يعني كيف بيحافظ على تقاليده، أكلاته، مهرجاناته وروحه المحلية بعالم كله عم يتغير بسرعة؟ تماماً. وكيف هالصمود الهابي إذا بدنا نسميه بيساهم بإبقاء روح بلدان حية ومتجددة للأجيال الجاية؟ هذا تحدي كبير لكل الأماكن اللي إلها طابع خاص مثل بلودان. سؤال مهم وبيستحق التفكير فعلا. شكرا كتير على هالجولة الممتعة والغنية ببلودان. العفو، كانت رحلة حلوة بين الغيوم والتاريخ.